ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل العدس بالطريقة اللذيذة دي. طريقة ميكس ما بين الطريقة المصرية والطريقة التركية. احنا متعودين ان احنا بنسلق العدس مع كل الخضار بتاعه، لكن الطريقة التركية بيشوحوا الخضار الاول مع العدس كده، وده بيدي طعم حلو قوي للعدس بتاعنا. الخضار اللي محتاجين له بصلة وثلاث فصاص توم وجزراية وطماطماية واحدة وبطاطساية كبيرة وفلفل الوان نص فلفلاية من كل لون كده. وبعد كده في حلة على النار حطيت معلقة زبدة ومعلقتين زيت وبدأت أشوح الخضار. انزلي الأول بالبصل والثوم، اديله تشويحة كده دقيقتين، وبعدين ضيفي لهم الطماطم وشوحي الطماطمية متقطعة مكعبات. بعد كده الجزر قطعناه شرايح علشان يستوي بسرعة، برضو اديله تقليبة كده تقليبتين، وبعدين البطاطس، وبعد كده هنحط الفلفل الألوان. ده آخر حاجة. بعد كده بقى حمرنا كل الخضار مع بعض كويس حوالي 7 8 دقايق. هنضيف له نص كيلو عدس مغسول ومتصفي كويس، وهنقلبه بقى مع الخضار 3 4 دقايق كمان، وبعدين نضيف المرقة. حطيت لتر ونص مرقة، والتوابل بتاعتي فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، كاري، وملح. وهتغطي بقى معلقة صغيرة طبعا من كل حاجة. العيش بتاعنا الأبيض قطعته بالشكل ده كده، وأخدت وش العيش بس، وش الرغيف، وهبدأ أعمله شكل لذيذ كده هيعجب الولاد قوي ويخليهم يحبوا الأكلة النهاردة. عملت إيه؟ شكل مروحة بالشكل ده. وبعدين حتة عيش صغيرة وتلفيها على النص كده وبالخلة وتثبتيها مع بعض. عملت بقى كمية كده، وبقى طبعا مش يعني العيش مش هنرميه. ظهر العيش مع الجناب اللي قطعناها نقطعها بقى حتت صغيرة، وبرده هنحمرها في طاسة على النار كده فيها شوية زيت. هتحمري العيش ده، مش بياخد وقت خالص، يعني ما بياخدش دقيقتين على النار كده. ولاحظي ان الزيت ما بي يعني مش بيبقى، بيفضل زي ما هو نضيف بعد تحمير العيش، يعني ما فيش حاجة هنهدرها خالص. اخدنا بقى العيش اهو طلعناه وحمرناه بالشكل ده، اخد لون عسلي جميل كده. بعد كده هنشوف بقى العدس أخد حوالي تلت ساعة على النار، وهو على النار عملنا العيش بتاعنا بالشكل ده. لقيته بقى استوى خلاص. لو هتعمليه في الخلاط نزليه وسيبيه يبرد شوية، ما تحطوش في الخلاط وهو سخن كده، لكن أنا عملته على طول بالهاند بلندر فايه عادي وهو سخن. ضربته بقى كويس قوي، بعدين حطيته على النار. لقيته محتاج يعني تخين شوية، محتاج مية. حطيت له كوباية مية، وحطيت آخر إضافة في التوابل الكمون. ما تحطيش الكمون من الأول، حطيه في الآخر كده. في طاسة بقى على النار فيها معلقة زبدة، حطيت 5 فصاص توم مفرومين، ولما بدأوا ياخدوا لون حطيت نص معلقة كزبرة ناشفة ناعمة كده. ونطش بقى الطشة بتاعتنا، ريحته خطيرة وطعمه هيعجبك جدا. اغرفي بقى والطبق كده زوقيه بالعيش المحمص بتاعنا بالشكل ده كده، وبالبقدونس. بقدونس بيدي لون حلو كده للأكل، يعني باحب أزيّن بيه أوي. والطبقة الصغيرة شوفي حطيت عليها فيونكات كده شكلها جميل، حلو جدًا، هيعجبِك أوي، أوي بالطريقة دي، لازم تجرّبيه. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا وباي باي.